اعترضوا حرمة العلم في الحرم الجامعي أو العلم في الحرم الجامعي. ظاهرة التحرش تقفز من فوق أسوار الجامعات المصرية وتطال طالبتها في كلية الحقوق. وقعت حادثة التحرش الجماعية التي تعرضت لها إحدى الطالبات، وكالعادة قسمت الشارع المصري بين لائم لها ومتعاطف معها. نتابع. رغم ملابسها المثيرة وتواجدها في الحرم الجامعي، إلا أن حالة الانبهار بها لم تتعدى النظر إليها. هذا مشهد سينمائي من فيلم التجربة الدنماركية، ولكن أحداث التجربة المصرية كانت فيلما واقعيا بحد ذاته. الموضوع بدأ في كلية الحقوق، عشرات من الطلاب اتجمعوا حوالين بنت بلا رحمة، ألفاظ أو لمس، لحد ما بدأوا يخشوا في مرحلة أنهم عايزين يجردوها من هدومها. لم يتدخل أحد لحد هذه المرحلة، ما فيش أمن ظهر لحد ما البنت قدرت أنها تهرب جوه حمام الجامعة، وفضلوا المتحرشين حوالين حمام الجامعة مستنيينها لما تخرج. التحرش بالفتيات ظاهرة تتفشى بالشارع المصري مؤخرا وتقفز فوق أسوار الجامعات دون أن تفرق بين محجبة وسافرة، ولعل ذلك يوجب أن يكم أفواه أولئك الذين يضعون اللوم على الفتاة. لبس خارج، لبس مستفز، لبس مثير، لبس يكشف أكثر ما يغطي، لبس يفتن أكثر ما يستر، لبس شراشيحي خالص. يعني هي دخلت الجامعة وهي لابسة عباية، وبعد كده قلعت العباية داخل الكلية وظهرت بهذا اللبس اللي هو أدى في الحقيقة، اللي طبعا ده لا يبرر على الإطلاق طبعا ما السلوك الذي حدث. البنت المحجبة دي كمان مالها؟ ده أنا في صور تانية اتفضلوا. حاطط إيده فين؟ العالمين المحجبة دي الراجل حاطط إيده فين؟ ولكن الغريب في الأمر أن مصر منذ عقود مضت واكبت خطوط الأزياء العالمية وعاشت حقبا من الانفتاح والعصرية انعكست جليا في فترات زمنية مختلفة نقلتها السينما المصرية. ايه ده؟ ايه ما تخافيش، شالوا حرس الجامعة. ورغم ذلك كان الحياء سائدا في المجتمع المصري، وكان الابتذال اللفظي والجسدي غائبا قبل 40 سنة مضت. هتعمل طول الجيب قد ايه؟ 80 كويس. تبقى جيب طويل. انا معليش اعصاب الشغلانه المهببه بتاعتك دي، دمي بينشف لما اغض ايدي على واحده ست. ولعل فيلم خلي بالك من زوزو الذي جسدت فيه سعاد حسني دور طالبة جامعية في سبعينيات القرن الماضي يعكس مدى تفهم المجتمع واحترامه للآخر دون تطاول أو إهانة. ده كاتب قصيدة الشيمة فيك يا زوزو. قصيدة عصماء يا آنسة عنوانها أين الحياة. مشوفوش أفلام الخمسينات والسبعينات تقريبا ملط وكات وميكروجيب، ما سمعناش عن تحرش. الجامعة كلها كانت كده. حادثة التحرش ليست الأولى وربما لن تكون الأخيرة، لكن أسبابها تبقى غير معروفة، وكأن المصريين في حالة تخبط سياسي واجتماعي منذ الثورة. سمح السيد، الحدث.